يعطيكم ألف عافية. طبختنا اليوم هي كباب هندي ورز. محتاجة هون شي 8 ل 9 حبات بندورة، وهون عندي شي 200 جرام لحمة، وعندي هون بدي بصلتين ونص، وبدي كمان شوية بقدونس. ورجيكم كمية البقدونس اللي بدي اياها مشان احطها مع اللحمة. هي لانه كمية اللحمة عندي قليلة، فمحتاجة بس هدول البقدونسات. وهون عندي معلقة سمنة، وهون عندي معلقة ملح، وبدي فلفل اسود. هون عندي حبة فليفلة واحدة، حبة كبيرة. هلا اللي عنده حبات صغيرة في يحط شي 3 أو 4 حبات. هلا اول خطوة بدي اعملها هي بدي افرم البندورة. رح اشرق افرمها، بدي اياها مربعات صغيرة ناعمة، وبرجع لكم. خلينا اول شي نفرم البندورة. وهلا رح اورجيكم انا فرمت البندورة كلياتها. فرمت نص البصلة والبقدونس اللي قلت لكم عليهم، وهون كمان فرمت بصل وبقدونس. هي مشان بعد ما بقلي اللحم شوي بدي اعملهم هدول بالطنجرة مع البندورة. هلا خليني قدامكم اول شي ادبل اللحمة. هلا بدنا نحط لها شوية ملح وشوية فلفل اسود، وبنحط فوقهم البقدونس والبصل. هلا خلونا ندعكم مع بعض شوي. هلا انتو فيكن تفرموا البصل والبقدونس على الماكينة، او تفرموهم بماكينة لحمة مع بعض، بس انا قلت للي ما عنده ماكينة فيكن كمان تعملوها بالايد يعني. بس كمان بنفرموا كلهم بماكينة لحمة او فرمت الخضار اذا بدكم. وهلا مثل ما كنتم شايفين عندي خلطتهم كلياتهم مع بعض. هلا في عندكم فيكن تشكلوها بطريقتين. اول طريقة هي انك تعملوها دوائر بهذا الشكل، والطريقة الثانية اللي هي فيكن تعملوها هيك وتكبسوها بس بأصابعكم شوي هيك، تطلع عندي بهذا الشكل. انتو والشكل اللي بتحبوه بتختاروه. انا هلا رح ساوي الكمية كلياتها وبعطيكم الخطوة اللي بعدها. وهلا مثل ما انكم شايفين عندي هاي اللحمة صارت جاهزة. هلا نحط مقلاية على الغاز هون، بشعل الغاز تحت على الاخير. هلا انتو فيكم بتحطوا زيت او سمنة او زبدة. انا رح احط قطعة صغيرة زبدة بهذا الشكل، وبستناها لحتى تحمى شوي. وهلا بدنا ننزل اللحمة فوقه بس لحتى تذوب الزبدة. هلا لبين ما تذوب عندي الزبدة انا نزلت هون طنجرة على الغاز، وخليني احط عليها معلقة السمنة. كمان بدي خليها لحتى تحمى شوي. هلا هون عندي ذابت الزبدة. خليني نزلهم وحدة وحدة شوي. خليني اوطي الغاز شوي. وراح اوطي الطنجرة المقلاية. هلا هون عندي انا ذابت الزبدة، السمنة عفوا، مثل ما انكم شايفين ذابت. هلا بدي انزل عليهم البصل والفلفل. راح اقلبهم شوي لحتى يدبلوا. انتو فيكم تحطوا كمان مكعب ماجي عليها اذا حابين طبعا. كمان هون بدي تبلة بس ملح وفلفل اسود.
هي الأكلة كلها عبارة عن ملح وفلفل أسود البهار تبعه، ما أنا محتاجة شي تاني. هلا أنا عندي هون داب البصل والفلفل. هلا بحط عليهم فلفل أسود أول شي، وبعدين ننزل فوقهم البندورة. هلا بنزل عليهم البندورة وبقلبهم شوي، بعلي الغاز على الأخير. ورح ملحون وبعدين بغطي الطنجرة. شايفين عندي هون البندورة بلشت تغلي، أنا رح وطي الغاز على الأخير وارجع غطيها. وهلا لبين ما تتعقد عنا البندورة خلونا نعمل الرز أنا وياكم. هون حاطة معلقة سمنة وشوية الشعرية ومكعب واحد ماجي. وهون عم نقع أنا كاستين رز، نقعتهم وغسلتهم وصفيتهم. هلا بدنا نرد الشعرية على الغاز. هلا لبين ما تحمر الشعرية شوي، وبعدين بننزل الرز فوقها وبنحط لها بس ملح، ما بنحط شي تاني. وعلى وشها واحد برش شوية فلفل أسود. هلا بصراحة هي الكباب الهندي محتاجة رز أبيض بدون شعرية وبدون شي، بس أنا عندي الأولاد ما بيحبوا الرز غير مع الشعرية، لهيك مضطرة إني أحط شعرية. فأنتوا فيكم تعملوا رز أبيض سادة، هو أطيب جنبه، فكل واحد هو وخياره. وهلا هيك غليت عندي البندورة، بديها تكون بهذا الشكل. هلا بدي افضيها بالبيركس وحط فوق اللحمة، وهيك بكون انا صفيت اللحمة فوقها. هلا رح ادخلها الفرن على درجة حرارة 200 من تحت ومن فوق شغال الفرن. هلا بتستوي هي والرز مع بعض. وهلا الرز عندي، الشعرية عندي هيك صارت هيك، بدي لونها بس. هلا خليني انزل الرز فوقه. خليني اقلبهم مع بعض. هلا بدي احط هون فوق الملح. هذا معلقة صغيرة، اقل من معلقة حتى. بنضيف اول كاسة، علوا الغاز على الاخر. هاي الكاسة الثانية، هيك حاجة. هلا انتو اذا حسيتوا انه الرز نشفت المي والرز ما مستوي، حطوا له شوية هالقد مي، قد ربع كاسة، قد ربع كاسة، وبعدين طفوا الغاز واتركوها. يعني ضيفوا المي واتركوا وطفوا الغاز تحتها. هلا عندي هون بس تغلي المي، انا رح اوطي الغاز على الاخير وسكر الطنجرة. بشوفكم بالمنظر الاخير، استنوني.